السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في فيديو جديد. أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم. اليوم يا شباب جئتكم بشرح جديد كيفية إيقاف رسالة الانضمام إلى تطبيق تليجرام. يعني على سبيل المثال واحد انضم لتطبيق التليجرام، وراح يجيك إشعار يقول لك مثلا إشعار جديد من تليجرام، انضم مثلا رسول إلى تليجرام، أو عمر لي تليجرام، وهكذا. كيف توقف هذا الشيء؟ يعني هذا أحيانا يكون مزعج لبعض المستخدمين تليجرام. طيب نروح للتليجرام. نروح للتليجرام. طبعا شباب هنا راح أعتم الشاشة بس أوصل الشغلة اللي أريدها، أفتح الشاشة، لأن هذا ما أقدر. شوفوا يا شباب، لا ثواني يا شباب، ما أقدر أفتح الشاشة. تمام. تمام، نعتم الشاشة ونروح على تليجرام. تمام، ونروح على فتح قائمة التنقل. طبعا شباب اعذروني اكو شوي اصوات، فاعذروني. اوكي، الاعدادات، ونروح على ايش؟ اسم المستخدم، النبذة، قامة، الاعدادات، الاشعارات والاصوات. تمام، ندخل عليها. العودة العودة عوفة. المحادثات الخاصة أنقل للتغيير مثل تمام، الخاصة مثل عوفة. المجموعات أنقل تدور على ايش؟ القنوات. ثواني نفتح الشاشة للمبصرين حتى يشوفون. شوفوا هاي الصفحة اللي ظاهرة هنا. تمام، المكالمات الصوتية، المكالمات الصوتية، الاهتزاز، نغمة الرنين. إشارة إعداد الرسائل. تمام، إظهار قوة الشارة، مفتاح. لا. تضمين المحادثات المكتوب. لا. عدد الرسائل لا. قامة غير. لا. إشعارات داخل. لا. أصوات داخل التطبيق. لا. اهتزازات داخل. لا. معاينة داخل. لا. أصوات داخل الأهمية. شباب. الأحداث. اندماج جهة اتصال لتليجرام. مفتاح تحويل اندماج جهة اتصال لتليجرام. قيد تشغيل. هاي المهمة توقفها، يعني ما راح يعطيك شعار انه يعني ما راح اوقفها عن يعني بالنسبة لي ما اوقفها، لان يعني مفيدة بصراحة يعني. تمام. بس يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. في امان الله. شاشة التأمين.